السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على مادة اللغة الإنجليزية في الثانوية العامة، وهنتكلم النهاردة على مواضيع كتير ألا وهي إزاي أختار المدرس إن أنا آخد عنده. رقم اتنين، إيه أفضل كتاب أحل فيه. رقم تلاتة، إزاي أحفظ الكلمات وأحل عليها بطريقة صحيحة. أربعة، إزاي تحفظ الجرامر وتحل عليه. خمسة، البعبع بتاعنا سر تقفيل القطعة والتعامل معاها. ستة، إزاي تحفظ القصة والتعامل مع أسئلتها. وسبعة، الباراجراف. ودي تاني حلقة من 50 ثانوية. نبدأ بأول حاجة، ازاي تختار المدرس اللي انت بتاخد معاه. المدرس اللي انت بتاخد معاه يبقى مناسب للثانوية اللي هي تالتة ثانوي بالأخص، لو متوفر فيه تلات شروط أو تلات حاجات. أول حاجة يكون بيشرح جميع أجزاء المنهج، يعني يشرح جرامر وكلمات وقصة وسكيلز، كل ده. عشان في مدرسين مثلا بيشرح الجرامر ويجي عند الكلمات يقعد يقراها لك، ده ما عادش ليه اي ستيل لازمه يعني. لازم يشرح الكلمات، يضيف لك الكلمه، كلمه ليها معنى يقولها لك، مضاد يقولها لك، كلمه نفس المعنى يقولها لك. دي شرح الكلمات، مش تقعد تقرا الكلمات وكده. ويشرح السكيلز عشان السكيلز بيجي عليها حاجات كتير، اسئله كتيره، وبس ممكن يجي عليه سؤال بدرجتين وسؤال بدرجه، يعني ممكن يبقى عليه 3 درجات. ففي مدرسين مش بيشرحوا طول السنة ويجي في آخر السنة يشرحوه، فأنت يعني أفضل حاجة إن المدرس يكون بيشرح طول السنة عشان تتعود عليه. ورابع حاجة، القصة، لازم المدرس يكون بيشرح القصة طول السنة. يعني مثلا بيقسمها، مثلا بعد كل يونت يروح واخد الفصل القصة بتاعه، أو مثلا بعد كل وحدتين يروح مديك القصة، اللي هو مثلا يديك فصل. أما في مدرسين بيروح راكنين القصة في الآخر، أو في مدرس يعني مشهور والله بدون ذكر اسمه يعني، ما بيشرحش غير قصة فبيسيب الحاجات التانية. فدي أهم عامل يعني في العوامل التلاتة. تاني عامل، اللي انت لما تاخد الحصة مع المدرس وتيجي تحل في الكتاب، سواء أي كتاب، يعني ما تلاقيش اللي فيه أسئلة كتيرة أو معلومات كتيرة هو مش قايلها. هو لازم يشرح كل المعلومات اللي ليها علاقة بالدرس، عشان في مدرسين يعني ايه بياخدوا اللي على وش القفص كده من الجرامر مثلا بالاخص. بياخدوا على وش القفص، ياخدوا الحاجات السهله او الحاجات الاساسيه ويقول لك بس كده. ما هو ده ما بيجيش في الامتحان. اللي بيجي في الامتحان التركات، واللي بيبقى فيه كده شويه بهاريس كده جوه الحاجات دي اللي بتميز المدرس عن التاني. فانت لازم تكون متابع مع مدرس بيقعد يقول لك كل حاجه ليها علاقه ليها علاقه بالدرس. فلما تيجي انت تحل ما تغلطش كتير، يعني أو ممكن تغلط مثلا ايه حاجه مش واخد بالك منها كده، اما تغلط نقص معلومه كتير، فكده المدرس مش مناسب معاك خالص يعني. تالت حاجة، وهي إن المدرس لازم بيكون بيحل معاك طول السنة، بيحل معاك في الحصة على طول. بيديكم امتحانات مثلا بعد كل وحدتين كده يديكم امتحان شامل. لازم يحل معاكم، مثلا خلصت الحصة، خلصت مثلا شرح الجرامر، بحيث يحل معاك في الحصة، يدربك، يوريك شكل الأسئلة بتيجي ازاي. يعني مثلا كل حصتين ثلاثة مثلا يديكوا باراجرافين، هو يقعد يشرحوا معاك ازاي تفكر في الأسئلة بتاعة الباراجراف، ازاي تطلع العناصر بتاعة اللي انت هتكتب عليها كده يعني. لازم يبقى منوع ومش مركز في حاجة، مش مركز في فرع واحد يعني. لازم يكون بيشرح كل حاجة ليها علاقة بالمنهج، أو كل حاجة ليها علاقة بالامتحان، يعني ما يركزش في حاجة واحدة. تاني حاجة، وهي ايه أحسن كتاب تحل منه. في كتابين هم أحسن كتابين، أو أحسن واحد فيهم هو المعاصر. تاني حاجة هو كتاب كتاب المعاصر ده تشتغل منه طول السنة لغاية المراجعات النهائية. حرفيا في كل حاجة أنت ممكن تحتاجها، تدريبات كتير كتير على الكلمات والجرامر، ويبقى في قطع كمان وسكيلز وكل حاجة والقصة يعني. فهو متنوع وأسئلته حلوة، اللي هي أسئلة بتيجي في الامتحانات يعني بنفس الشكل. أسئلة بتيجي في الامتحانات متنوع يعني. تاني كتاب اللي هو قلنا كتاب العمالقة. العمالقة أنا جربته في كتاب المراجعة النهائية، كان اسمه الزتونة. ده حرفيا كتاب الزتونة ده، اللي هو عشان كده بقول لك اشتغل في المعاصر طول السنة وتيجي عند المراجعات النهائية هات كتاب العمالقة اللي هو اسمه الزتونة. ده أحسن كتاب يعني بص، أحسن كتاب تحل فيه إنجليزي في الفترة الأخيرة يعني. حرفيا كل المدرسين يا إما بيقول لك هاته، يا اما هو بيروح جايب الكتاب حاططه في الملزمه بتاعته. ده احسن كتاب فيه كل حاجه انت تحتاجها، كل حاجه يعني، كل الاسئله، يعني اي اسئله، كل فكر الجرامر موجوده، كل فكر السكيلز موجوده. القطع مناسبه جدا. اللي اسمه إيه ده، القصه، يعني انماط اسئله القصه بتاعته هي زي اللي بتيجي في الامتحان بالظبط يعني. فكتاب الزتونه اللي بينزل في المراجعات النهائيه ده احسن كتاب. انت ممكن تمشي زي ما أنا كنت عملت في الكتاب المعاصر طول السنه، اول ما تيجي في المراجعات النهائيه تجيب كتاب الزتونه. ندخل بقى على تالت حاجة، وهي أهم حاجة من أهم الحاجات، يعني اللي أنت إزاي تحفظ الكلمات.
اول حاجه انت زي ما قلت لك، انت لازم تاخد مع مدرس يكون بيشرح لك الكلمات، مش بيقراها لك ويقول لك خلاص يلا احفظ وتعالى حصه جات اسميه. مفيش الكلام ده. انت لازم تاخد مع مدرس يجيب الكلمات، يقعد يشرح الكلمه، يجيب لك المعنى بتاعها، مثلا لو ليها معنى سينونيم وانتم وكده. ومثلا لو في كلمه بتأديك نفس المعنى لازم يقولها لك. يقعد مثلا في بريفكس وسفكس، شويه حاجات كده ليها علاقه بالكلمات دي، اهم حاجه يعني. فانت لازم المدرس زي ما قلت لك يكون بيقعد يشرح الكلمات. انت خلاص سمعت شرح الكلمات، تحاول انت تحفظها مع نفسك، وتحاول تحفظها. انت حفظت ما حفظتش، هقول لك انا الطريقه اللي هي احسن طريقه تحفظ بيها الكلمات. تحاول انت تحفظها مع نفسك، تقراها، تخبي الكلمه، تعملها، تجرب انت تسمعها لنفسك كده. فانت ممكن تطلع من الكلام ده، من اللي احنا قلناه ده، مثلا حافظ الكلمات بنسبه 60%. نخش بقى على اهم مرحله اللي هتخليك يعني مثلا حافظ بنسبة 95%. فأفضل طريقة بقى اللي أنت تحفظ بيها الكلمات، ودي يعني اللي حلتني مشكلة كبيرة جدا، هو إنك تجيب الكتاب المعاصر وتحل مع مدرس على اليوتيوب اسمه علي السيد. أنا بنزل لك صور دلوقتي للكتاب اللي مثلا لأي جزئية أنا كنت أحللها في التدريبات. احلى حاجه في المدرس ده وهو بيحل، انت طبعا لازم تحل انت الاول، بعدين تشوف حليت، يعني مثلا تحل 5 اسئله وبعدين تشوف الحل من المدرس. ان هو بيترجم السؤال كله، يعني مثلا بيترجم كل كلمه. انا هوريك الصفحه دلوقتي ان انت هتلاقي الكلام كله مترجم. آه، هتلاقي مثلا مترجم السؤال كله، في كلمة مثلا جديدة ما مش عارفها يروح كاتب معناها فوقيها، بيروح مترجم بقى الاختيارات كلها. هي دي الميزة. انت بتلبس سماعات، تقعد تحل مع المدرس، او بعد ما تخلص ال5 اسئله تروح تسمع مع المدرس. المدرس بيجي عند كل كلمه في الاختيارات اللي هي بتكون عليك في اليونت، بيترجمها لك. فانت المستر بيقولها، بيروح عامل لها انه نطقها تاني، وبيقول لك معناها، وانت المفروض تقعد تكتب كل المعاني، وتقعد تكتب المعاني وراها، حتى لو كلمه انت حافظها تروح كاتب جنبها معناها. ده بيثبت الكلمه بطريقه يعني ملحوظه جدا. يعني ده افضل طريقه انا شايفها ان انت تحفظ. فانت تكتب الكلمه، هو ترجم حاجه تروح كاتبها وراه، تزود معنى مثلا ان كلمه قال لك الكلمه دي ليها معنى كذا وكذا وكذا، كل ده تقعد تكتبه وراه. فده احسن حاجه في المستر علي السيد، ان هو بيترجم كل حاجه في الجمله وبينطقها بشكل صحيح. فانت الكلمات اللي عندك على الوحده هتلاقيه مثلا في الحل على الدرس الواحد قرأ الكلمة فوق ال5 مرات، وانت سمعتها وكتبتها بإيدك 5 مرات. حتى لو بالعربي يعني عادي. فانت اهم حاجة ان انت سمعتها وكتبت معناها بالعربي. كل ده بيثبت الكلمة بطريقة يعني حلوة جدا. في ميزة كمان بقى، ان هو لما بيقعد يترجم السؤال، ومثلا في كلمة في السؤال انت مش عليك، او كلمة جديدة، فبيروح كاتب معناها فوقيها يعني. الحاجة دي بتفيدك جدا في القطع. يعني هي دي يعني احنا يعني دي سر من اسرار القطع. انت اللي انت تقعد اي كلمه تقابلك ترجمها، ترجمها، حاول تدخلها على دماغك كده. مثلا ايه لو تعرف تربطها بحاجه معينه في دماغك، تحاول تترجم الكلام. طبعا في ناس ممكن تقول لك ايه الكلمه اللي انت من لسه جديده شفتها، جيب سكتش تقعد تكتب فيه. يعني هي دي طريقه حلوه، بس يعني محتاجه وقت ومجهود كبير. فانت افضل حاجه اللي انت تكتب الكلمه اللي انت مش عارفها دي، او الكلمه الجديده، تكتب معناها فوقيها. وهي ميزه الكتاب المعاصر، اللي مثلا اللي الكلمه الجديده دي هتلاقيها تتكرر قدام، فانت كتبتها مره والمستر قاعد يعيدها لك ويقول لك معناها كذا كذا كذا، ممكن هتيجي قدامها يروح قايلها لك، يروح قايلها لك تاني، خلاص فثبت. فدي انت بتقعد تزود حصيلتك اللغويه، فدي هتفيدك جدا في القطع. فانا شايف ان دي احسن طريقه ممكن تحل بيها الكلمات. رابع حاجه بقى ازاي تحفظ الجرامر. بص، الجرامر ده لو انت بتحفظ تنسى بسرعة زي، يعني في نوعية من المدرسين هي اللي هتنفع معاك. اما لو انت بتحفظ الجرامر عادي، زي ما قلت لك في الاول، لازم تاخد مع مدرس بيكون كل حاجة في الجرامر، يعني يقول في كل التريكات اللي معاك تاني، يقول لك اي حاجة عليها علاقة بالدرس كده، مش بيقول الاساسيات بس. لو انت بقى معاك مشكله في حفظ الجرامر، كل ما تحفظه تنساه تحفظه تنساه، فانا كنت باخد مع مدرس اسمه محمد صلاح، او المشهور بحجيج يعني. ده افضل مدرس يحفظك الجرامر. المدرس ده تطلع من عنده حافظ الجرامر ليه. كل حاجه في الدرس يفهمها لك، وبعدين يروح قايلها لك كده بترتيب، يعني قريبه، تحسها نغمه موسيقيه بس هي مش نغمه، يعني مش شغل اغاني والحاجات ده، لا هي تحسيه يقولها لك بترتيب كده خلاص تثبت في الدماغ. فهي دي الميزه. لو انت مش بتعرف تحفظ ده خلاص، ده يعني توب في الحته دي. يعني هيحفظك الحاجه وانت في الدرس هتطلع منه حافظ كل حاجه. يعني انا لغايه دلوقتي خلصت، هو بقى لي شهرين انا حافظ لسه الجرامر زي ما هو، مع ان دي مش قعدت خالص قبل ما اخد معاه في ثالثه. باخد درس من هنا اخلصه واحل عليه وبس، نسيت تاني. فدي الطريقه دي بتحفظك الجرامر بطريقه حلوه قوي. فهو المدرس ده متميز حتى في الجرامر والكلمات. فمستر محمد صلاح ده يعني ممتاز.
اللي انت تاخد معاه يعني في تالتة. يعني لو انت عندك مشكلة في الحفظ، هم لو ما عندكش خد معاه، يعني هو مدرس يعني احسن حاجة فيه هو بيقول كل حاجة ليها علاقة بالدرس، حتى لو الحتة دي كانت موجودة في المنهج القديم بتاع 2015 واتلغت بيقولها لك. حاجة جت في النماذج الاسترشادية او نماذج امتحان سنين سابقة بس هي مش في المنهج، فيقعد يقول لك قولها لك، والحاجة اللي شبهها عشان ممكن تيجي زيها. فده مدرس يعني ممتاز يعني انت تاخد معاه. وبنفس الطريقة بقى انت بعد ما خلصت الجرامر وذاكرته وحفظته بقى زي ما قلت لك الطريقة، تحل بقى برضه. لازم تحل مع مستر علي السيد برضه. يعني مستر علي السيد ده والله العظيم ليه فضل عليا كبير يعني. هو اللي مظبطني في الجرامر يعني بطريقه، يعني من افضل المدرسين اللي بيحلوا. بيقعد يعني كل سؤال يقعد يشرح لك القاعده بتاعته تاني، وحتى لو لسه شارحها بيقعد يعيد ويزيد ويقول لك ليه الاختيار ده غلط، وليه الاختيار ده غلط، وليه الاختيار ده غلط، وليه الاختيار ده صح. ولو مثلا ليه وجهه نظر في اجابه تانية في السؤال، يروح جايب لك اسمه ده القاموس بتاع لونجمان، ويقعد يقول لك ان الاجابه دي ممكن تبقى صح لو كذا، والاجابه دي صح بس مش بتستخدم شائعا مثلا في اللغه المحليه بتاعت الامريكان او البريطانيين يعني. فهو عنده امانه علميه لا تتخيلها يعني. فهو مدرس متميز جدا ومتمكن من الماده. فانصحك ان انت تاخد معاه يعني، وهسيب لك الرابط بتاع قناته يعني في الوصف لو احتجته. خامس حاجة معانا بقى وهي بعبع الإنجليزي وهو القطعة. القطعة أنا الحمد لله قفلت فيها القطعتين، مع إني ما كنتش بحب القطعة، ودي أكتر حاجة كانت معقداني من الإنجليزي. ولكن طبقت الحاجات اللي أنا أقول لك عليها دي، ودي اللي خلتني يعني إن الحمد لله يعني قفلت فيها في القطعتين، مع إن القطعة التانية دي كانت صعبة خالص. دي لو كانت جات لي في العادي مثلا ما كنتش عارف أحلها يعني، كنت هغلط فيها غلطتين تلاتة يعني. ففي كذا حاجة ممكن تطبقها في القطع وإن شاء الله تأدي فيها حلو. أول حاجة زي ما قلت لك وأنت بتحل الكلمات، حتى الكلمات اللي في المنهج لازم تقعد تترجمها وتحفظها حلو، لأن 90% من كلمات القطعة عليك في المنهج. ال10% الباقيين تبقى حاجات سهلة التوقع. يعني في مثلا ممكن يبقى في القطعة 10 15 كلمة هم اللي مش عليك، وممكن ما تعرفش تعرف معناهم. ولكن لو انت قعدت تترجم كل حاجه وانت بتحل، سواء جرامر كلمات قطع، لو انت قعدت تترجمها، ومش شرط زي ما قلت لك تترجمها وتقعد تحفظها كأنها كلمات عاديه يعني، حبذا لو عملت كده، بس يعني في المدى البعيد صعب ان انت تقعد تعمل كده يعني. فانت تترجمها وتحاول تقعد تقراها انت مع نفسك تعرف معناها، فان شاء الله يعني بتثبت يعني، حتى هي بتتكرر فان شاء الله تثبت. فدي اهم حاجه لازم تعملها، اللي هي حكايه الكلمات. تاني حاجه اللي انت لازم تحل قطع كتير، يعني على الاقل كل اسبوع قطعه، ده على الاقل. ففي ناس بتخش الامتحان وهي بتكون حلتش غير قطعتين ثلاثه اللي هم بيحلوهم ليله الامتحان. لا، لازم تحل على الاقل كل اسبوع قطعه. لان في انماط في القطع واسلوب الاسئله في اساليب اسئله متكرره جدا. يعني ممكن مثلا فكرة السؤال ده طبعا كل قطعة بتتكلم عن حاجة تانية طبعا، بس فكرة السؤال ده ممكن هتلاقيها في قطعة تانية. يعني في أفكار كتير يعني متشابهة، وأفكار اللي هو بيحط أسئلة القطعة بتبقى قريبين من بعض. فأنت كتر ما بتقعد تحل الأسئلة هتعرف تكنيك الأسئلة وإزاي تجاوب على دي. مثلا لو القطعة بتتكلم عن مشكلة وعرض حلها، فإزاي تجيب لها مثلا سؤال العنوان الرئيسي. وزي ما قلت لك برضو اللي انت في القطعه مش لازم تكون عارف كل كلماتها. ده يعني مستحيل تعمل كده الا لو انت شخص متقدم يعني في الانجليزي، واكيد مش بتتفرج على الفيديو ده لو انت متقدم قوي في الانجليزي يعني. زي ما قلت لك بيبقى في افكار متشابهه، وانت مع كل ما تقعد تحل هتكسب خبره، وازاي تعرف تتعامل مع القطعه. تالت حاجه وانك في القطعه لو انت عاوز تحلها بطريقه صحيحه، انت اول حاجه ما تقراش القطعه. اول حاجه تخش تقرا الاسئله وتحاول تستنبط منها اي حاجه، يعني تقرا الاسئله تاخد فكره عامه كده عن الموضوع، وبعدين ترجع تقرا القطعه. ماشي، بعدين تيجي تقرا الاسئله تاني، وبعدين تقرا القطعه. يعني هي طريقه هتلاقيها ممله، بس والله العظيم دي انسب طريقه انا شايفها يعني. بعد ما تقرا بقى القطعه المره التانيه ترجع تبدا تحل. وبعد ما تحل وتقرا الاختيارات تاني تروح ترجع تقرا القطعه تاني، وبعدين ترجع تشيك على الاجابات بقى تاني. لو في حاجه انت مثلا بعد في اخر القراءه لاحظتها مثلا، او حاجه تانيه غلط تعدلها. انا شايف دي انسب طريقه تتحل فيها، والله العظيم جربتها والحمد لله قفلت. والطريقه دي يعني انا قرات القطعه 3 مرات، كل مره بفهم حاجه جديده، لان انت بتكون قرات الاسئله باختياراتها، فانت كل مره بتستفاد حاجه جديده.
يعني مثلا انا لما رجعت لقيت عندي سؤالين غلط. ليه؟ لان في حاجات ما كنتش واخد بالي منها من القطعه. فانا لما رجعت قرات القطعه للمره الثالثه وقراتها كمان مره رابعه كمان يعني، لما نزلت بقى للاسئله بقى المره الاخيره عشان اتشيك عليها، لقيت اللي فيه كان فيه سؤالين غلط. بسبب ان انا ما كنتش حاجات ما كنتش واخد بالي منها في القطعه. فانت لما كل ما تقرا كل ما تستفاد، كل ما نسبه الغلط بتاعتك تقل. سادس حاجة بقى على السريع وهي القصة. لازم تكون بتاخدها مع مدرس يقعد يقول لك فيها كل المعلومات ويحاول يعني يقول لك الألفاظ المحورية باللغة الإنجليزية. بس يحاول يربطها لك بالعامية يعني. يعني مثلا هو يقعد يشرح القصة بالعامية. لازم هو يعني الأفضل اللي هي بتتشرح بالإنجليزي وهو يترجمها لك بالعامية. يعني هو يجيب مثلا الكتاب قدامك يشرحها بالانجليزي ويقعد يترجمها لك بالعاميه، لان العاميه بتثبت في الدماغ. والانجليزي لازم انت تكون عارف ازاي تعبر عن السؤال اصلا، عشان لو جالك سؤال انت عارفه بالعاميه بس مش عارف تعبر. فانت لازم توازن بين البنين، العاميه عشان تحفظ الافكار في دماغك او تحفظ الاحداث عفوا في دماغك، والانجليزيه عشان تعرف اصلا تعبر عن عن الاسئله. ولازم بعد كل فصل تقعد تقرا مثلا الاسئله اللي كانت موجوده في كتاب المعاصر. تقعد تقرا الاسئله تاخد فكره ازاي الاسئله بتتجاوب في الفصل ده، وبعدين هتلاقي في تدريبات انت تجرب تحلها مع نفسك. وكده كده يعني السؤال ده بيجي كريتيكال يعني اللي هو نقدي. فبيقبلوا كل الاجابات لانها بتختلف من شخص لتاني. سابعا واخيرا هو الباراجراف. الباراجراف ده بيتلخص بانك تكتب جمل بسيطة سهلة ما فيهاش أي تعقيد وما تجعلصش الدنيا. وأكتر ناس بتغلط فيه اللي هي الناس اللي عندها حصيلة لغوية كتير، فبتقعد تكتب هي بقى تقعد تزود وتجعلص الكلام، فممكن يغلطوا في حروف بتاعت كلمة كده، فهو بيروحوا غلطانين في كده. اكتب ببساطة جدا، وعلشان تتمكن من أفكار كل البراجراف، وحتى لو جالك باراجراف عن إيه تعرف تكتب عنه. أول حاجة البساطة. ثانيا اللي أنت لازم تقرأ باراجرافات مكتوبة، وهتلاقيها موجودة في أي مذكرة أو أي كتاب. تقرأ باراجرافات موجودة تشوف مكتوبة، تشوف الأفكار بتيجي إزاي، اللي أنت تكتب عن الموضوع ده إزاي. تقريبا الباراجراف السنة ده هي ممكن يتغير، اللي هو جملة ابتدائية وجملة ختامية. كانت دي اتضافت عندنا في آخر السنة في النماذج الاسترشادية، بس ما جتلناش في الامتحان. يعني ممكن دي اللي تطبق عليكم يعني السنة دي. فانت تحاول تقرا باراجرافات مكتوبه تعرف بتكتب ازاي يعني. فهي لها كذا تكنيك، واهم حاجه برضو زي ما قلت البساطه. تكون حافظ شويه كلمات حلوين تعرف تعبر عليهم. وبس يعني هو الباراجراف ما فيهوش كلام كتير، على قد ما انت يعني تلتزم بالبساطه وتقعد تقرا حاجات مكتوبه عشان تعرف ازاي تكتب عليه يعني. وعليه تكتب فيه. وبس كده عشان الواحد هنج اصلا بقالي كتير بصور. فبس ده كان فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله.